اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم لاي حد بيفكر ان هو يسافر المانيا، وهي بطاقة الفرص. بطاقة الفرص دي نوع فيزا بحث عن عمل أقرتها ألمانيا من فترة صغيرة، بتتيح لك إن أنت تيجي ألمانيا من غير ما يكون عندك عقد عمل من قبل ما تيجي، تقعد سنة في ألمانيا تدور على شغل لحد ما تلاقي شغل وتستقر وتبني حياتك. في الفيديو ده هنحاول نتكلم مع بعض عن إيه هي بالظبط بطاقة الفرص دي، إزاي تقدم عليها، إيه الحاجات المطلوبة علشان تتقبل وتسافر بيها، ايه مميزاتها. وفي اخر الفيديو هنعمل مع بعض اختبار الاهليه، الاختبار اللي بيقول لك انت معاك نقط كافيه او المؤهلات الكافيه ان انت تاخد الفيزا دي وتسافر عليها على طول، او لو مش مؤهل ناقصك نقط او ناقصك حاجات معينه ازاي تشتغل عليها عشان تتقبل وتسافر بعدها. لو اول مره تشوفني اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، وبطاقه الفرص دي هي فيزا معتمده على نظام نقط. انت بتجمع نقط معينه، لما توصل ل6 نقط فساعتها انت بتبقى مؤهل ان انت تاخد الفيزا دي وتسافر انت تدور على شغل في المانيا. طيب ايه معايير النقط دي؟ ازاي تجمعهم؟ هم مبنيين على ايه اصلا؟ النقط دي مبنيه على 5 حاجات. اول حاجه المؤهلات التعليميه والمهنيه، هل التعليم بتاعك ده معترف بيه في المانيا ولا لا؟ معترف بيه جزئيا ولا مش معترف بيه خالص؟ المؤهلات دي من الوظائف اللي فيها عجز حاد في المانيا ولا لا؟ مهاره اللغه، انت بتتكلم الماني ولا ما بتتكلمش الماني؟ بتتكلم الماني وحاجه ثانيه، الماني وانجليزي مثلا، ولا مش بتتكلم الماني ولا انجليزي؟ رابع حاجه العمر، انت سنك ما بين مثلا 18 و35 سنه ولا اكبر من 35 سنه. خامس حاجه الارتباط في المانيا، انت جيت المانيا قبل كده وعشت فتره معينه، سواء كنت مثلا بتدرس او بتعمل تدريب او بتشتغل لفتره صغيره ورجعت، مش فيزا سياحه يعني انت مش جاي مثلا تتفسح وراجع. كل حاجه من ال5 حاجات دول انت تاخد عليها نقط على حسب يعني اهميتها، ولما تجمع 6 نقط فده ساعتها تبقى مؤهل تاخد الفيزا وتيجي تعمل بحث عن عمل. طيب ازاي تقدم عليها؟ محتاج حاجتين، حاجه سهله والحاجه الثانيه هي صعبه شويه. اول حاجه انك تعمل اختبار اهليه، انك تعمل اختبار بسيط جدا بتجاوب على شويه اسئله ورا بعض موجوده على موقع ميك ات ان جيرماني. الموقع ده يعني رسمي من المانيا. في اخر الفيديو هنعمل الاختبار ده مع بعض. تاني حاجه تثبت الكلام ده ببساطه ان انت تترجم مثلا شهاداتك وتقدمها في الملف بتاعك للسفاره. مع الورق بتقدم اثبات ان انت قادر ان انت تتكفل بمصاريفك بمده الفيزا لمده سنه قدام. ساعتها تبقى محتاج حاجه من الاثنين، اول حاجه يا اما ضامن ليك في المانيا، ضامن مالي ليك في المانيا، حد عايش في المانيا بيمضي على ورقه بيقول لك ان انا متكفل بمصاريفك بمده الفيزا اللي هي مثلا سنه. الشخص ده لازم يكون مرتبه يكفي ان هو يغطي مصاريفه ومصاريف عيلته مثلا، زائد مصاريفك ان هو حوالي 1000 يورو في الشهر. ببساطه يكون مرتبه يعني بيغطي الكلام ده. لو ما تعرفش حد في المانيا فانت تبقى مضطر ان انت للاسف تحط مبلغ بيغطي مده الفيزا اللي هي سنه. المبلغ ده تقريبا 11000 يورو. ده حاجه اسمها حساب مغلق. حساب مغلق ده انت بتحط الفلوس دي في بنك في المانيا، ومش مسموح لك ان انت تسحب من الفلوس دي اكتر من مصاريفك الشهريه اللي هي تقريبا 1000 يورو كل شهر لمده سنه. الحساب المغلق ده مش حاجه جديده، دي حاجه من زمان. لو انت تسمع عن الدراسه في المانيا فكل الطلبه اللي بيسافروا يدرسوا في المانيا لازم يعملوا الحساب المغلق دوت، او يبقى عندهم برضو حد يعني ضامن في المانيا يتكفل بمصاريفهم. طيب نيجي النقطه المهمه، لو انت بتفكر تسافر تشتغل في المانيا لازم تعرف اصلا انت لو جيت هتلاقي شغل في المانيا ولا لا. انت تقدر توصل المعلومه دي ببساطه لو انت عندك معلومتين. الاول، هل التخصص بتاعك ده محتاج معادله في المانيا ولا لا؟ يعني معظم التخصصات الطبيه مثلا بتحتاج معادله، طب صيدله، علاج طبيعي. والتخصص بتاعك ده بيحتاج ان انت تكون متحدث للالمانيه ولا ممكن تشتغل بالانجليزي زي تخصص الاي تي مثلا كتير، وايه فرص الشغل بتاعتها بشكل عام. الكلام ده كله ممكن تلاقيه برده على الموقع دوت، هحطه هنا في الديسكربشن، اسمه ميك ات ان جيرماني. بيديك معلومات عن التخصصات كتير ومدى العجز بتاعها في المانيا عامل ازاي. خلينا نعمل مع بعض الاختبار بتاع الشونسن كارتا او بطاقه الفرص. طيب اول حاجه هنعملها هنكتب في بحث جوجل opportunity card test. اول نتيجه تطلع لنا من موقع ميك ات ان جيرماني. الموقع ده عليه معلومات كتير عن الوظائف والدراسه والشغل في المانيا. هندوس عليه هتلاقي ان الصفحه دي اسمها سيلف تشيك شونسن كارتا، او بالعربي ازاي ان انت تختبر نفسك ان انت مؤهل ان انت تاخد فيزا البطاقه الفرص او الاوبورتونيتي كارد ديت. هل عندك النقط الكافيه اللي هي 6 نقط ان انت تعرف تاخد الفيزا؟ اول حاجه نعملها هو الموقع بالالماني، فهتروح دايس هنا فوق على انجليزي عشان دي اللغه يعني الاسهل، في انجليزي فرنساوي واسباني غير الالماني. وبعد كده المفروض هنا اول حاجه ان انت تختار الدوله اللي انت منها. هنفكر ان احنا في بنعمل اختبار لواحد اسمه محمد. محمد ده هو خريج صيدله بيشتغل في وزاره الصحه بقاله مثلا 2.5 سنين، وبيتكلم بدا ان هو يتعلم الماني عشان هو عايز يسافر المانيا، بس هو الالماني بتاعه مش لسه مش ممتاز. معاه مثلا شهاده بي 1 اللي هو ذاكر لحد بي 1 اللي هو المستوى الثالث متوسط، ومعاه شهاده. وبرضه هو بيتكلم انجليزي عشان هو كان بيدرس صيدله بالانجليزي، فهو معاه مثلا شهاده تانية بتقول ان هو بيعرف يتكلم انجليزي A1 مثلا. او ممكن نقول الانجليزي ده اختياري، هو بيعرف يتكلم انجليزي بس هو معاه الشهاده بتقول ان هو بيتكلم انجليزي. فهنروح دايسين هنا اول حاجه هنقول ان احنا بلد مصر ايجيبت، وبعد كده تدوس بحث. بعدين اول سؤال بيقول لك انت عندك كواليفيكيشن او يعني مؤهل اللي هو اخد على الاقل 2 ان انت تخلصه. 2 ده اللي هو مش لازم يكون مؤهل، يعني مؤهل معناه ان انت معاك شهاده جامعيه او تدريب مهني مثلا. فانت تختار هنا yes I have a university degree، ان انا معايا شهاده جامعيه
فاكيد معايا اكتر من سنتين دراسه، البكالوريوس 5 سنين. النقطه اللي بعدها بيقول لك هل التخصص اللي انت اخدته دوت هو معترف بيه في المانيا ولا لا؟ لو هو معترف بيه معناه ان الشهاده دي انت مش محتاج اي حاجه علشان تشتغل بيها في المانيا، فدي تاخد ساعتها 4 نقط على طول. او هو تاني اجابه لا، هو مش معترف بيه لحد دلوقتي في المانيا، فنختار دي عشان هو لسه مثلا محمد الصيدلي ده اخد شهادته من مصر، فدي مش معترف بيها في المانيا، بس ممكن بعد كده يعمل اعتراف بيها في المانيا. ندوس نيكست. بيقول لك هنا دي نقطه اللغه، ايه المؤهلات بتاعت اللغه اللي عندك؟ هنا انا بعرف مثلا الماني على الاقل A1 اللي هو اول مستوى، انا اعرف انجليزي على المستوى يا اما B2 يا اعلى من كده، او انا بعرف انجليزي والماني. فممكن هنختار دي مثلا اللي هي انا عندي على الاقل A1 الماني وعلى الاقل B1 انجليزي. كان دوس نيكست. لو انت تاخد بالك هتلاقي ان في هنا علامه ستاتوس اللي هو انت معاك لحد دلوقتي كام نقطه من السته اللي المفروض انا اجمعهم. فهنا السؤال بالنسبه للالماني، انت قلت له في الاول انا اعرف على الاقل A1 الماني وكويس انجليزي، فيسالك بقى ايه واحده واحده، انت بتعرف ايه في الالماني لحد دلوقتي؟ احنا قلنا في الاول ان محمد ده بيعرف مثلا لحد B1، فنختار I have a German language certificate at least at level B1، فدي تاخد نقطتين. طب لو محمد معاه A2 هياخد نقطة واحدة، لو معاه A1 ياخد ولا نقطة، ولو ما يعرفش أي ألماني ياخد 0 نقط. طب لو معاه B2 أو C2 اللي هو المستوى الرابع أو الخامس في الألماني فياخد 3 نقط. فيعني لو خدت بالك هتلاقي ان انت لو بتتكلم الماني كويس فده يعني انت اوريدي جمعت ال3 نقط من ال6 نقط اللي انت عايز تجمعهم بس بالالماني. وممكن في حاجات تانية لسه، يعني اللي هي معايير التانية اللي هي الشغل والخبره في الشغل والسن، حاجات لسه هناخدها، بس انت يعني اوريدي لو انت بتتكلم الماني فانت هتقعد نص الطريق يعني. كان نيكست. الانجليزي، هل انت بتعرف انجليزي؟ لو انت عندك معاك شهاده C2 بالانجليزي اللي هو انت بتتكلم انجليزي كويس جدا هتاخد نقطه. لو معاك اي حاجه تانية فمش هتفرق، ممكن يكون نقول مثلا لا انا مثلا معايا A1 او معيش حاجه خالص مش فارقه. نقول نيكست. انت سنك كام؟ فاحنا قلنا ان محمد ده بقى له 2 سنين ونص بيشتغل وهو لسه خريج من الجامعه، يبقى هو اكيد تحت 30 سنه، فهنقول ان هو ما بين 18 و34 سنه، ساعتها تاخد نقطتين، فكده الستاتس بقت 4 نقط. دوس نيكست. هل الشغل اللي انت كنت بتشتغله ده له علاقه بالشهاده الجامعيه اللي معاك؟ هنقول هو كان بيشتغل يعني صيدلي ومع شهاده بتقول ان هو بيشتغل صيدلي ومع دراسه صيدله. نيكست. ايه عدد السنين اللي انت اشتغلتها؟ فنقول مثلا على الاقل 2 سنين في اخر 5 سنين، هو بقى لي 2 سنين في اخر 5 سنين فاتوا. دوس نيكست. فخلاص انت هنا مكتوب ستاتس 6 نقط. اول ما بتجمع 6 نقط فبيقول لك مبروك، انت دلوقتي جمعت العدد النقط الكافي ان انت تقدر تقدم بيها على الفيزا. وهنا بقى بيقول لك ممكن تخش على اللينك ده فيقول لك ان انت ايه معلومات عن الورق اللي انت المفروض تقدمه علشان تثبت بيه مثلا الدراسه بتاعتك، اللغه وما الى ذلك. ممكن تعمل داونلود للنتيجه بتاعه الامتحان ده، فهيطلع لك الكلام اللي احنا لسه عاملينه دوت في فايل PDF زي ما انا عملت كده. بعد ما فتحته هتلاقي بالظبط ان هو نفس الكلام اللي احنا عملناه، الاسئله اللي انت جاوبت عليها وعدد النقط اللي انت جمعتها على كل سؤال. ممكن انت ترجع يعني ترجع الخطوات في الامتحان وتشوف انت البروفايل بتاعك عامل ازاي. طب انا لو معايا الماني كويس، طب انا لو يعني شهاده معيش خبره عمليه بس الشهاده بتاعتي مثلا مختلفه، او سني او كذا، كل واحد مختلف عن التاني وكل واحد تخصصه مختلف وحياته مختلفه. دي الطريقه اللي انت تعرف بيها ان انت تقدر تقدم على الفيزا ولا لا. من الاخر بعد ما تعمل ده المفروض تدخل على موقع السفاره وتشوف الورق الجاهز وتقدم على الفيزا. ممكن نعمل فيديو منفصل بيتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل علشان يعني تعرف بالظبط الورق والطريقه ان انت تقدم بيها على الموضوع. لو عندك اسئله تانية او تعليقات ممكن تقولي في الكومنتات، هتبسط جدا. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس واشوفكم فيديو جديد.